الكرة تصل إلى سالم الدوسري، لمسة على جهة اليمين ياسر الشهراني. بداية مهمة، البداية مهمة والتركيز مهم. الكرة إلى ياسر مرة أخرى، محاصر عدى الشهراني، لمسة على جهة اليسار، محاولة لميروزي، ضغط من ياسر الشهراني، والكرة بعد ذلك إلى ركنية. بدأوا فيها تدخل بالفعل ركنية، كان بالإمكان أفضل مما كان ياسر، حذاري من كراتهم الثابتة. ونعرف أنه الفريق الروسي الركنية الأولى في المباراة للفريق الإيراني. الكرة على جهة اليسار عرضية تعيدها الزوري، يعيدها إلى ديغاو. ديغاو في وسط الملعب، محاولة هلالية تغيير اتجاه اللعب جميلة نحو ياسر. شهراني ينتظر مساندة أكبر، تحرك بجانب سيب، لمسة للشلهوب، شلهوب على جهة اليمين ياسر الشهراني. الفريق الإيراني يتراجع بأكبر عدد من اللاعبين. شلهوب عدى، شلهوب مر، وكرة بعد موسم صعب ومباراة تقام في نهاية موسم كان فيه الكثير من الضغوطات تحاصر اللاعبين، ولذلك فإنه أمر مهم جدا أن يكون المدرب هيئ اللاعبين. نواف جميل ياسر شهراني، عرضية دفاع خلصها. في الإمكان أفضل مما كان، طويلة من ديغاو. شهراني عنده مساحة، شهراني يحاول، شهراني عدى، شهراني مر، وتسديدة صدمت مرة أخرى. خلاص الدفاع الإيراني. الحلقة الهلال تكون عبر تاريخ عبارة عن هذه الجماهير. كرة من جانب ياسر الشهراني، يوسف السالم بطل ديغاو المدافع أول المهاجمين، والهلال يحاصر الإيرانيين، والهدف انتظار والجماهير انتظار. والكرة لياسر الشهراني على جهة اليمين، أكثر على المعسكر الأحمر. كرة تعود على جهة اليمين، ياسر الشهراني في محاولة هلالية تصل نحو الشلهوب. شلهوب ضغط عليهم هلالنا، وبعد ذلك يستعيدها ياسر مرة أخرى. الشهراني لمسة باتجاه الزوري، تاهي طبعا مباراة في اتجاه واحد، هجوم هلالي دفاع بيروسي لا أكثر ولا أقل، يعني واضح الموضوع أمام الكل. محاولة من جانب ياسر الشهراني على جهة اليمين، تمريرة، تحرك جميل من يوسف، وكرة خلص الدفاع الإيراني. الاتحاد الآسيوي يسعى لأن يكون لديه اتحاد ناجح بكل المقاييس، ولكن الأخطاء التحكيمية لابد أن يكون هنالك حل، ولا نكون قاسين على اتحاد أدى الكثير من الإيجابيات بالتأكيد. وعندها اليوم كل التوفيق بالتأكيد للزعيم، وبالتأكيد نهني الأخوية على وصوله. وغدا مع النادي الأهلي عرضية خطيرة يبعدها الدفاع شلهوب، خلص الدفاع الإيراني يتعثرون يخطئون ويساعدها نواف. لمسة الأول، وهذا الهدير الأزرق، هذا الموج الهادر. أتمنى التوفيق لفريقين إماراتيين رائعين في هذه البطولة، العين والأهلي. كرة تعود على جهة اليمين، ياسر الشهراني، وكرة الكرة بعد ذلك أقرب لديغاو. ديغاو غير اتجاه اللعب، ياسر في مكان مثالي استقبلها بشكل جميل، 1 على 1. محاولة لياسر الشهراني، عرضية باتجاه يوسف، تحضير مرة أخرى. كرة تعود بعد ذلك لمصلحة الفريق الإيراني، حذر المرتدات. برافو ياسر الشهراني، عاد المرتدات، لكن كل اللاعبين عادوا في الخلف. العابد بالمهارة عاد من الأول، العابد بالمهارة مرر الانطلاقة لياسر الشهراني، أسرع. ياسر يحاول على جهة اليمين، يكسب الكرة، يحافظ عليها، وبعد ذلك يكسب خطأ. حماس، روح الشباب، مهارة، يريدون الفوز بالألقاب وإعادة الهلال إلى منصات التتويج. طويل الكرة للأمام اتجاه ياسر شهراني، زوري، ديغاو يغير اتجاه اللاعب، ياسر متسلل. هذه المرة وقع في فخ التسلل ياسر الشهراني، كان يفلت منهم، ولكن في هذه المرة تسلل على ياسر الشهراني. لا بأس، نتيجة لا بأس هي في شوط المباراة الأول. طبعا نحن طماعين لأنه هدف ثاني سيهنا، وننتظر هذا الهدف الثاني، نتمنى لو حدث في هذا الشوط. ولكن تغطية والتدخل يستعيدها بعد ذلك ديغاو خلف المدافعين، جميلة باتجاه ياسر الشهراني، استقبال مع سالم، وكرة عرضية نواف، لكن أطالت على نواف، كان عنده سالم محمدي. الكرة العرضية من جانب ياسر الشهراني عدت الملعب من أجل أن يدعم فريقه، وبعد ذلك ترتفع معنوياته ويكون في القمة. المهارة في المرور، المهارة في التمرير، يستعيدها سالم مرة أخرى إلى ياسر. الفريق الإيراني يحاول الضغط في وسط الشيء، يخسر، لابد من الهجوم. كواك في التغطية، كواك محاولة خطيرة لمصلحة بيروزي، وكرة ياسر، وحش يا شهراني، خطيرة إيرانية، خلص يا ياسر مرتد. زعيم هدفين بيروزي لا شيء، الهلال يتقدم ويملك الأفضلية. طبعا درويش تحول على جهة اليمين، وجاء الشهراني يسار، كرة للأمام، محاولة
باتجاه نواف على مستوى الروح الرياضية التي يمتلكها. لقطة كان فيها المحارب ياسر الشهراني يدافع عن مرمى الزعيم. تحكيمه على مستوى أمور كثيرة كانت صعبة جدا، كرة كان فيها تغطية والتدخل. وحش ياسر الشهراني، وحش ياسر الشهراني في توقيت قاتل. الفريق الإيراني سجل هدف رفضه ياسر الشهراني. بيروز يسجل هدف رفضه ياسر الشهراني. لاعب يرفض هدف بطريقة قانونية. سالم تحرك ياسر على جهة اليسار، مرتدة سريعة على الهلال خطيرة. ياسر الشهراني محاولة هلالية في مكان خطير، طلب الكرة من جانب تياغو نيفيز في انتظار نواف. العابد يحاول، العابد حافظ على كرة الداخل. عودة بعد ذلك طالت على ياسر الشهراني. لم يتعامل الهلاليين مع الكرة الماضية بشكل جيد. الهجمة المرتدة كانت عبارة عن 4. درويش تغييرات تونس كانت مهمة في مباراة اليوم. درويش أعطى إضافة على مستوى الجهة اليسرى، وين كان الزوري تعرض للإصابة. يوسف أعذار، وأيضا أكثر من جندي مجهول قدم الكثير هذا اليوم. نهاية المباراة الهلال يتفوق على بيروز.